عزيزي طالب السات، تعال اقول لك على حاجه مهمه جدا 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 هتساعدك وانت بتحل الامتحان انك تجيب سكور عالي بطريقه بسيطه. في الفيديو انا هقول لك كل استخدامات القمه، امتى تستخدم القمه وامتى ما تستخدمهاش، وده من اكتر الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. تعال بقى نركز كده مع بعض ونطبق كمان كل الرولز اللي هنتعلمها دي على اسئله حقيقيه من الامتحانات. ليتس جو. اوكي، هنتكلم بقى دلوقتي يا شباب على استخدامات الكوما او الكوما يوسجز. بنستخدم الكوما اول حاجه عشان زي ما اتفقنا كده افصل fragment عن complete sentence. دي fragment اهي، ودي complete sentence اهي. هنا عرفت منين انها fragment فيها subordinator اللي هو although he is lactose intolerant، رغم ان هو عنده حساسيه من اللاكتوز، he likes to eat pizza for lunch. فدي complete sentence فيها subject فيها verb، لكن دي fragment عشان فيها although ففصلتهم في النص بايه؟ بكوما. يبقى لو لقيت حته اكسترا او fragment قبل بدايه الجمله افصلها بكوما. زي هنا trapped in mine the victims found it hard to see and breathe. فهنا اصل الجمله البيسك بتاع الجمله the victims found، ادي السبجكت and وده الفيرب. trapped in mine ده مجرد وصف، انا بوصف الفيكتيمز ان هم كانوا محبوسين في الماين او في المكان ده. يبقى trapped in mine ده كده description هفصله بكوما عن السبجكت بتاعي والفيرب بتاعي. ده اول استخدام ويعتبر مش حاجه جديده، ده اللي خدناه المره اللي فاتت. لو عندي fragment ولو complete sentence هفصلهم بكوما. طيب، لكن لو انا عندي بقى series او list. list يا شباب يعني لازم تكون 3 او اكتر مش اقل، يعني لو 2 ما تبقاش list، لازم تبقى 3 or more. عندي 3 حاجات او اكتر. ساعتها هعمل ايه؟ هحط كوما كوما and بين الثلاث حاجات. يعني هنا مثلا his hobbies include jumping off planes، فاول حاجه بيعملها في الهوبيز في الهوايات بتاعته ان هو بينط من البلينز، دي رقم 1. crashing helicopters this is number 2. and eating jellyfish this is number 3. الراجل ده بيحب ينط من الطيارات، يحطم هليكوبترات، وياكل اناديل. راجل فظيع. ماشي، يبقى كده 1 2 and 3، يبقى كوما كوما and. سهله. طب اكزامبل تاني يا مستر، انا لو قلت مثلا I like، انا بحب بيتزا باستا and sushi. نفس الكلام، ادي 1 2 3، 1 2 3. بحب 3 حاجات، يبقى كوما كوما and. تعالوا كده نعمل punctuation للجمله دي يا شباب. ال correct answer هتبقى بالشكل ده. طيب اول حاجه after college دي حته اكسترا زياده، يعني السبجكت والفيرب اهو جيمس had، ده السبجكت ده الفيرب، دي fragment. يبقى نفصلها بايه؟ نفصلها بكوما. يبقى after college James had 3 options. سيبكم من الكولن دلوقتي لسه ما خدناهاش، بس انا عندي لسته اهو. get a job this is number 1، get a job. apply for graduate school this is number 2. or become a criminal this is number 3. يبقى انا هعمل ايه؟ هحط كوما كوما والفان بوي بتاعي اللي هو or او and، مش هتفرق بقى حسب الجمله نفسها. تمام؟ يبقى انا كده خلي بالكم، انا بفصل الليست لو هم 3 لازم احط كوما كوما والفان بوي بتاعي، ولو عندي فراجمنت هفصلها عن الكومبليت سنتنس بكوما برضو في النص قبل السبجكت. طيب بنستخدم كمان الكوما يا شباب من ضمن استخداماتها عشان افصل الادجكتيفز، الصفات اللي هي من نفس النوع. يعني ايه من نفس النوع؟ يعني انا عندي adjective بتوصف السايز، بتوصف الحجم، زي مثلا big large small. عندي adjectives بتوصف الكالر، مثلا الالوان، زي red green orange. عندي adjectives بتوصف الاوبينيون، الرأي بتاعي، زي مثلا good bad happy sad وهكذا. طيب عندي adjectives بتوصف الناشوناليتي، الجنسية، زي مثلا Egyptian American وهكذا. لو انا عندي بقى two adjectives من نفس النوع جايين ورا بعض بفصلهم بايه؟ بكوما. يعني مثلا
هنا قال لي the school will train you to be well-read, curious, analytical individual. well-read و-curious و-analytical التلاتة بيوصفوا الكاركتر بتاعت الطالب، التلاتة زي بعض، فهنحط بينهم ايه؟ كوما. يبقى انا كده فصلت الادجectives عن بعضها بكوما. adjective هي اي كلمة بتوصف بتديسكرايب، لما اكون بوصف حاجة اقول good, bad, sad, happy ايا كان، دي كده adjective، بس بشرط ان هم يكونوا من نفس النوع. يعني ايه يا مستر من نفس النوع؟ مش فاهم. يعني انا مثلا لو جيت قلت I saw، انا شفت a good red car. انا عندي صفتين اهو good و red. هل good و red من نفس النوع؟ لا، good دي بتعبر عن رأيي، لكن red دي بتعبر عن الكالر، يبقى انا كده مش هفصلهم عن بعض بحاجه. لكن لو قلت I saw good amazing car، هنا good و amazing الاثنين دول رأيي انا في العربيه، الاثنين بيعبروا عن الاوبينيون بتاعي، فالاثنين من نفس النوع، يبقى هفصلهم عن بعض بايه؟ بقمع. هو ده ما بيجيش كتير في الامتحان، بس جه قبل كده فلازم نعرفه. طيب هنا مثلا I like eating cold strawberry cake، هل انا محتاج احط كوما؟ هل cold وستروبيري نفس النوع؟ لا، يبقى خلاص ما تحطش كوما بينهم، هي كده صح من غير ما نحط بينها اي حاجه. اوكي هنا يا شباب بيقول لي my dad is great heroic man. great و heroic الاثنين بيعبروا عن رايي في my dad، فالاثنين نفس النوع، يبقى افصلهم عن بعض بايه؟ بكوما. نيجي بقى لاستخدام مهم قوي، ده بقى بيجي كتير يا شباب، ده مهم قوي نركز. من لو انا عندي حته non essential او non restrictive، يعني حته اكسترا في الجمله، حته لو انا شلتها من الجمله الجمله سليمه، the sentence is correct. زي هنا great white sharks this is my subject، خلاص. طيب are actually less dangerous، ادي الفيرب بتاعي، يبقى الجمله اصلها great white sharks are less dangerous than they appear. حلو قوي. الحته اللي في النص دي بقى the most fearsome creatures of the sea بتوصف الشاركس، ده description بنسميه modifier، وده درس هناخده ان شاء الله برضو اسمه modifiers. هو وصف، مجرد وصف. لو انا شلته من الجمله الجمله تمام، يعني جرب امسحه كده. Great white sharks are actually less dangerous than they appear، شكرا جمله سليمه. يبقى ده كده extra بنسميه non essential. ده ساعتها بعمل ايه؟ بحط كوما قبلي وكوما بعدي. فاكرين خدناها في السبجكت فيرب اجريمنت لما كنت بقول لكم لو انت عايز تعرف هي ار ولا از مثلا، امسح الحته الزياده اللي بين تو كوماز دي وبص على السبجكت اللي قبلها. فاكرين خدناها في السبجكت فيرب اجريمنت في اول درس؟ تمام، هي نفس الفكره. هنا بقى احنا بنركز على البونكتويشن، انا بحط كوما قبلي وكوما بعدي، بس هتاكد ازاي في الامتحان ان ده نون اسينشال؟ جرب امسحه من الجمله. لو انا مسحته ولقيت الجمله تمام يبقى ده فعلا اكسترا او نون اسينشال. تمام. طيب هنا مثلا the road not taken، ده اسم كابيتال اهو، بصوا كابيتال كابيتال كابيتال، فده كده اسم حاجه، ده اسم poem، اسم قصيده، اسم شعر. The road not taken written in 1915 is one of Robert Frost's most famous works. اصل الجمله the road not taken is، ادي السبجكت بتاعي وادي الفيرب بتاعي. جرب امسح written in 1915 هتلاقي الدنيا تمام. يبقى written in 1915 دي اكسترا، فاحط الكوما قبلها والكوما بعدها. بس ركز بقى، تعالى بص لي كده بقى على الاكزامبل ده وعينك تصحصح كده وتفنجل معايا. هنا قال لك the poem the road not taken is one of Robert Frost's most famous work، نفس الجمله بس عكس، بدأ ب the poem. هل لو انا قلت the poem مسحت the road not taken قلت the poem is one of Robert Frost's most famous works، هل انا عرفت انا بتكلم على انهي poem؟ هل انا كده فاهم انا بتكلم على انهي قصيده؟ No I don't know. يبقى كده the road not taken ده مهمه للمعنى، يبقى مش هحط قبلها حاجه، مش هفصلها عن الجمله. اعتبر كأن التو كوماز دول بيفصلوا الحاجه اللي جوه عن الجمله، فلو هي زياده هنفصلهم، لكن لو هي اساسيه او مهمه للمعنى مش هفصلها. وعموما في الامتحان ركز معايا عشان دي تريك، لو في الامتحان لقيت نيم اسم كابيتال زي كده جاي بعد الوصف بتاعه، يعني بعد النوع بتاعه اللي هي بوم واسمها مثلا، ما تفصلش، ما تحطش قم، بتبقى دايما مهمه. يعني لو جيت قلت لك مثلا حاجه زي the scientist العالم او العالمه
وقلت لك هنا كارلا مش عارف مين اسمها، ما تفصلش اسمها عن التايتل بتاعها بحاجه، لان مهم. ما انا لو قلت لك ذا ساينتست من غير اسمها مش هتبقى عارف انهي ساينتست. لكن لو العكس، يعني لو قال لي كارلا وقال لي as scientist at Oxford University مثلا، هنا a scientist at Oxford University extra، لان اصل الجمله كارلا مثلا researched كذا كذا كذا، بحثت في الحاجه الفلانيه، فده الفيرب وده السبجكت، يبقى الديسكربشن ده او الوصف بتاعها ده اكسترا. لكن لو العكس، لو بدات بالوصف the scientist وبعد كده قلت كارلا اسمها، لا اسمها ده مهم مش هفصله. وصلت الفكره يا شباب؟ يبقى لازم اجرب الحته اللي هو عايزني احط لها قامه دي، جرب امسحها، لقيت المعنى نقص او في حته مهمه مش واضحه، يبقى كده بالنسبه لي دي مهمه ومش هحط قبلها ولا بعدها اي punctuation. لكن لو مسحتها والدنيا تمام، يبقى كده احط قبلها وبعدها comma, two commas. مريم who is a good student play tennis. The student who study hard achieve high score. انهي واحده محتاجه commas؟ number 1 ولا number 2؟ قول لي. طيب بص يا شباب، انا دلوقتي بالنسبه لي ده السبجكت اهو مريم، واضح هو مين، اسمه كابيتال، فانا عارف انا بتكلم على مين. is a good student ده كده الفيرب بتاعي وتكمله الجمله. اوكي طيب سوري plays، سوري انا اسف اهي، يبقى مريم ده السبجكت وبلايز هو ده الفيرب، plays tennis ده الفيرب. طيب هو بقى is a good student ده موديفاير او ده وصف زياده، جرب امسحه. مريم plays tennis جمله واضحه ومعناها كامل. يبقى who is a good student دي extra، لازم احط كوما قبلها وكوما بعدها، يبقى ال correct answer كانت number 1 يا شباب. طيب هنا the students who study hard achieve high score، ده السبجكت بتاعي students وده الفيرب بتاعي achieve. هل اللي في النص بقى ده who study hard لو انا مسحته هل الجمله سليمه؟ الطلاب بيحققوا سكورات عاليه؟ لا مش كل الطلاب، انا عايز احدد الطلاب اللي بيذاكروا كويس، يبقى هنا who study hard دي مهمه للمعنى، يبقى مش هحط ولا قبلها ولا بعدها اي punctuation. يبقى بذكاء كده وعقل، لو لقيت الحاجه محدده وواضح احنا بنتكلم على مين، خلاص ما تحطش punctuation او ما تفصلش. لو لقيت ان حاجه لا جنرال قوي ومحتاجين نحددها، يبقى ساعتها ايه، مش هتحط حاجه خلاص، كده دي بقت جزء مهم من الجمله فمش هتحط حاجه. يلا يا شباب نحل بقى، نحل بقى. اوكي الكوريكت انسر طبعا هتبقى دي يا شباب. ليه يا مستر؟ لان بكل بساطه حضرتك عندك list established، قال لك which established ايه بقى؟ sanctity of animal ادي number 1. animal life طبعا تكملتها بقى الكلمه اللي هي في التشويسز. طيب the just treatment of the elderly ادي number 2. and the abolition of the slave trade ادي number 3. يبقى عندك list كوما and اهي، يبقى هنا برضو هحط ايه، كوما، عشان ابقى فصلت number 1 عن 2 عن 3. list of 3. بكده حضرتك عرفت كل استخدامات الكوما، فاضل انت تطبق وتعمل براكتس. لو عايز بقى تعمل براكتس على اي سؤال مش بس اسئله الكوما، تقدر تخش على الويب سايت بتاعنا ammar-academy.com. ولو عايز تعرف ازاي تسجل في الويب سايت وتستفيد بكل الماتيريال والامتحانات اللي عليه، ابعت رساله او اكتب مهتم وهتواصل معاك بكل التفاصيل. سلام.